انا بحترم ياسمين عبد العزيز جدا جدا. زي افلام ياسمين عبد العزيز، انا بيج فان لياسمين عبد العزيز. تخيل معانا لو عملنا اسره سعيده. ده مش كوميدي، ده اكشن. ياسمين هي كياسمين عبد العزيز هي بالنسبه لي طول عمرها النجمه الاهم في مصر، انا شايفها كده طول عمري. عايزين نحمضه ونطبعه وناخده بعد ساعه ونحطه في البوم. عندكم البومات؟ بحب ياسمين عبد العزيز. عينه بتلف وراسه بتلف وعقله فاضل له كتير قوي. ياسمين عبد العزيز فنانه نجمه شباك وليها باع طويل جدا في السينما ويمكن في التلفزيون كمان مؤخرا. ده كل ده انا قول ياسمين هي اكبر نجمه، محدش يزعل، دي حقيقه، اكبر نجمه مصريه لها مردود مادي في السينما وفي التلفزيون اكتر من منى زكي. افرض بسنا في اكشن ودي منطقتك بقى يا سقع. ياسمين عبد العزيز ست حلوه، ست حلوه بس عملت كوميديا وكوميديانه فرسيره كمان. يعني انا ياسمين فرسيره ممكن تعمل حاجات سعيده بقى اللي الفرحه يحب. ياسمين عبد العزيز طبعا. طبعا اشتغلتوا مع بعض؟ اشتغلنا مع بعض اول فيلم طبعا. وانا بحترمها وبعزها جدا وجميله ووقفت جنبي جدا لان كان اول فيلم ليا. لا ياسمين في ثانيه بتقلب اللوكيشن ضحك بس، يعني ربنا يديم عليها ضحكتها والله، قلبها اللي زي الفل بصراحه، يعني كواليسها زي العسل. بصراحه بامانه ياسمين فنانه جميله وكبيره وانا بحبها جدا وبموت في افلامها، او بحب الستايل اللي بتعمله، ستايل واصل للعيله والاطفال الصغيرين، كل حاجه موجوده يبقى حضرتك يعني فعلا افلامها بتحس انها بتجمع العيله كلها. ياسمين عبد العزيز والله بنت مجتهده وكويسه صدقيني. لايتس كاميرا اكشن. وبعدين عندها خطه في دماغها انها مش ناويه تعمل اي حاجه، يعني عايزه تعمل لنفسها برنامج ما. وتصميم العربيه هو اللي يتفضل. الممثلين او النجوم الاذكياء هم اللي بيعرفوا امتى يعملوا النقلات بتاعتهم. لايتس كاميرا اكشن. ياسمين عبد العزيز عندها الذكاء ده وعرفت تعمل امتى نقله علشان تبقى تنتقل من البنوته اللي غزق لليونج ليدي اللي هي عندها بمشاكلها. بحب ياسمين عبد العزيز الممثله جدا كويس جدا، جمله اعتراضيه كده. لا لذيذه قوي. اتفضل. قوي بنت بتشتغل برتم هايل وعالي، واستطاعت فعلا انها تخلق البطله النسائيه الشباك. عندنا